رسميا صفقة النادي الأهلي الأجنبية المنتظرة بالترشيح من كابتن أنيس بوجلبان بيحدد مطالبه للانضمام للنادي الأهلي، وبيان عاجل غامض من إدارة النادي الأهلي بيثير الكثير من الجدل، ولكن رغم إن هو بيان صغير جدا ولكنه ليه 100,000 معنى، وفي نفس الوقت ضربة قوية جدا بيتم إبلاغ بيها مستر يستروب النهارده، ورب ضارة نافعة لنجم آخر. أخبار ومستجدات وتفاصيل كتيرة جدا، يلا بينا نعرف كل التفاصيل. أهلا بيكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه ورب ضاره نافعه. النهارده ورسميا ولسه ما عداش ساعات على الحلقه اللي كانت بتاعه الصبح النهارده، وكنا بنتكلم عن اصابه يوسف بالعمري والنادي الاهلي، وطبيب الفريق بياكدها دكتور احمد جاب الله نزل بيان يمكن من ساعه او من ساعتين بياكد فيها ان يوسف بالعمري للاسف موسمه انتهى مع النادي الاهلي. اللاعب بعد ما كان المفترض شويه الام في الحوض، ولكن مع الفحوصات الطبيه اللي اتعملت له تاني النهارده تم اثبات ان عنده تمزق في منشأ العضله الضمه، يعني وده تمزق من الدرجه الاولى. يوسف بالعمري موسمه انتهى مع النادي الاهلي، من هنا لنهايه الموسم مش هيقدر يلحق ولا مباراه للاسف. طبعا يعني المعلومات اللي وصلتني ان اللاعب في حاله نفسيه سيئه جدا. اللاعب كان بيمني النفس ان الفتره الاخيره من الموسم دي يشد نفسه يرجع مره ثانيه لقائمه منتخب المغرب قبل بطوله كاس العالم، ولكن ضربه قويه جدا، فربنا يصبره ويقويه يا رب. ولكن في نفس الوقت هو خبر الاصابه بتاع يوسف بالعمري مش مجرد خبر اصابه عابر، سيبك من التوقيت، ولكن هو بعيدا عن التوقيت كمان هو ليه اكتر من شق هو مأثر فيه. يعني اولا كنت لسه بكلمك الصبح ان اللاعب جاي له عروض من قطر، وان اللاعب منفتح على نقطه ان النادي الاهلي لو اتطلب منه تقليل عدد الاجانب، او ان النادي الاهلي شايف ان اللاعب لا ممكن نبيعه خلال نهايه الموسم مع اعاده التقييم اللي بتحصل للاجانب في الوقت الحالي، فاللاعب كان بيستعد لتسويق نفسه. فنقطه اصابته دي اكيد هتاثر شويه على موضوع سهوله خروجه من النادي الاهلي. النقطه الثانيه طبعا رب ضاره نافعه لاحمد نبيل كوكا. سيبك من تكفير ذنوب، او سيبك من طواجن دلوقتي، او سيبك من اي حاجه. كل الدعم اللي لعيبه النادي الاهلي في الفتره المتبقيه من الموسم محتاجين كل لاعب عنده اماره عايز يعملها، عنده حاجه عايز يقولها، عنده اداء عايز يقديه. محتاجين اي لاعب صاحب اي لمحه يقدر ان هو يصنع الفارق. كوكا فرصته نقدر نقول كده سبحان الله اتوجدت من العدم بعد ما كان خلاص دوره يعتبر انتهى مع النادي الاهلي. وخلي بالك من حاجه مهمه، زي ما يوسف بالعمري حزين، الفرصه جايه لاحمد نبيل كوكا انه بعد ما تم استبعاده من منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت وبعد تماما عن عينين حسام حسن، الفرصه هترجع له من جديد بعد ما كان هو اصلا اللي بيلعب باك شمال قبل احمد فتوح، اللي اصلا جات له مشكله جديده النهارده وارد جدا تاثر على تواجده مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه. صراع قضائي جديد لاحمد فتوح، العربيه بتاعته مش عارف كان عارضها للبيع وقبض مش عارف 1.5 مليون مقدم، وبعد كده صاحبتها راحت لقت فيه مماطله من المحامي ومن اللاعب، اتاري العربيه على مديونيات 10 مليون جنيه او اقساط تقريبا. قصه كده كالعاده من قصص احمد فتوح، ففرصه على طبق من ذهب بالنسبه لكوكا انه يكون موجود مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. عايز اقول لك برضو دي ليها مردود كويس جدا بالنسبه لنا احنا كجمهور، يعني نتحرم شويه من القرف اللي بيقدمه لنا مستر كيس خروف في تشكيل النادي الاهلي والقناعات الغريبه ان يوسف بالعمري طالما موجود لا يا باشا خليه يطلع يسند هجوميا، وبالعمري مفيش حد يسنده هجوميا. محتاجين ان كوكا ينزل يركز دفاعيا اكتر خلال الفتره اللي جايه، يدي باور لتريزيجيه ان هو يركز هجوميا. وهنروح بعيد ليه يا جماعه؟ لسه الكواليس بتاعه مباراه سموحه كنا بنتكلم عنها يمكن من 10 ايام تقريبا، وقلت لك اللعيبه كلها عماله تتشاكل مع بعض على ارض الملعب، وكلهم عمالين بيتخانقوا ان في مساحه كبيره ورا يوسف بالعمري لدرجه ان تريزيجيه نفسه راجع عشان يغطيها، واللعيبه عماله بتلوم بعض واحنا مش السبب. اللعيبه شايفه المساحه بتاعه سموحه وعماله بترمي الكوره في المساحه الفاضيه، ودي نفس المكان اللي جه منه الهدف بتاع سموحه بتاع صامويل امادي اللي هو الهدف الشيكابالي ده، وده راجع لان يوسف بالعمري بالاساس ضعيف جدا على المستوى الدفاعي. فرب ضارة النافعه وربنا يرجعه بالسلامه بامر الله تعالى. ولكن قبل ما نروح للخبرين التانيين خليني اقول لك ان في حلقه بالليل ان شاء الله حابب عوده فقره بقول لك يا كابتن قولوا لي اسئلتكم تحت في التعليقات، والاسئله اللي هتاخد اكبر عدد من اللايكات هنبقى في اخر الحلقه كده ان شاء الله هناخد اهم سؤالين 3 اسئله نجاوب عليهم، الى جانب معانا ترشيح مهم جدا. فاكر المهاجم اللي انا قلت لك عليه امبارح لما كنت بكلمك عن مفاوضات بيراميدز مع اكرام راينرز؟ ان شاء الله في حلقه بالليل هتكلم عن المهاجم المميز جدا اللي برشحه لاداره النادي الاهلي. هتبقى حلقه كبيره ودسمه بامر الله تعالى. ولكن نروح بقى لبيان النادي الاهلي اللي لسه صادر ما فيش من ساعه او من ساعه ونص، بيان مفاجئ جدا بتظهر فيه صوره كابتن محمود الخطيب مع استاذ ياسين منصور مع كابتن سيد عبد الحفيظ، والبيان كان مكتوب تحتيه اجتماع ما بين كابتن محمود الخطيب وطبعا المشرفين على قطاع الكوره لدراسه الفتره اللي فاتت ومستجدات الفتره القادمه في ضوء المستجدات وما سيتم يعني اتخاذه من قرارات على مدار الفتره القادمه بالنسبه للفريق الاول. والسلام عليكم ورحمه الله. والحقيقه انا يا جماعه انا اقول كلمتين
يعبروا عننا شخصيا. انا بشوف ضحك الكابتن محمود الخطيب وتواجده بطمن، بحس يعني عارفين يا جماعه، يعني والدي رحمه الله عليه كان بيحبه وربنا يدي كابتن محمود الخطيب الصحه، بحس ان هو كده ايه راجل من عيلتنا، انت فاهم، بشوفه كده تلقائيا بتضحك وبتطمن ان الراجل ده موجود مهما اختلفنا، مهما انتقل تواجده مريح لينا ومتعب جدا بالنسبه لهم. عشان كده البيان لما نزل اثار الجدل بشكل كبير. جزء طلع قال لك لا معلش بقى، عارف انت المحنكين لما بيشتغلوا قال لك ايه، لا 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 ده البيان ده بياكد ان النادي الاهلي فيه فعلا خلافات، وان هم طالعين راسمين الضحكه قدام الكاميرات عشان يقولوا ان مفيش خلافات. طب بعد اذن حضرتك سواء كنت اهلاوي او زملكاوي اعمل العقل، يعني شغل دماغك شويه بعد بعد اذن حضرتك. النادي الاهلي من شهر طلع قال ان كابتن محمود الخطيب دوره هيكون اشرافي مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن استاذ ياسين منصور اللي هم هيكونوا متوليين ملف الكوره. ولما غاب عن الاجتماع اللي فات الاعلاميين يا سيدي البيت اصحاب الخطوط الحمراء طلع لك لا بس ده فيه اختلاف، ده فيه مشاكل، ده كابتن محمود الخطيب مقموص ومستبعد ومجنبينه وما اعرفش ايه. دلوقتي بعد ما كابتن محمود الخطيب طالع في صوره وبيطلع لسان وبيرد بيرد في صمت، في صمت تماما، بيرد بمجرد صوره واحده. برضه انت عمال بتكذب نفسك وبتاكد كلام صحفيين تحت بير السلم وبيانات النادي الاهلي حضرتك عايز تجنبها. ان كان ده جزء من اراء او وجهات من النظر، الجزء الثاني اللي برضه لازم يترد عليه وهو انه البيان ما كانش له لازمه، لا ليه لازمه وليه 100 لازمه. حضرتك البيان ده رغم ان هو بيان ما اتكلمش تماما عن اللي بيحصل اعلاميا على النادي الاهلي كام ساعه اللي فاتوا دول، ولكنه رد على الاشاعات بتاعت غضب كابتن محمود الخطيب وان في خلافات ما بينه وما بين ياسين منصور، رد على النفس العفش على المخططات الثعبانيه بتاعت ممدوح عباس اللي طلع بيان امبارح ان استاذ ياسين منصور سيته من دماغه وهيروح يحضر نهائي الكونفدراليه، اصل في خلافات ما بين كابتن محمود الخطيب وياسين منصور. طب الاثنين طالعين في صوره مع بعض اهو. عرفت ليه ان بيان النهارده كان في منتهى الاهميه. اما اللي هيجي لك جري من الجانب الابيض من المدينه يقول لك ها، قول له بس اضحك على جنب، اضحك على جنب، كفايه الضحك اللي شغال عندك في النادي. رئيس نادي ما حدش عارف هو فين اصلا، نائب الرئيس وامين الصندوق كل شويه طالعين على قناه شكل مطلعين مصارين النادي بره. فالحمد لله، الحمد لله على اللي موجود في النادي الاهلي والاسس اللي النادي ماشي عليها. فبيان في منتهى الاهميه بصراحه. ولكن قبل ما نروح بقى لموضوع الصفقه اللي مرشحها كابتن انيس بوجلبان زي ما الاعلام بيردد كده، اخبط عينك على العداده اللي كانت قبل النهائي، اثبت حضورك وتركيزك معايا، وتصريحات رغم ان البعض تناقلها بسخريه ولكن احنا لازم نقف عندها يا جماعه. تصريحات خاصه بزهير داري، حاجز زهير داري حبيبنا من ايام فرنسا اللي ما بقاش حبيبنا وقت ما كان موجود هنا في القاهره، طلع قال تعليقا على ان ابنه شارك خلال الساعات اللي فاتت دي مع نادي كالمير في الدوري السويدي المباراه الثالثه على التوالي. ما شاء الله اللهم بارك. الاصابه الطفيفه اللي كانت حصلته في اخر المباراه الثانيه دي لم تمنعه من التواجد ولعب 90 دقيقه في المباراه اللي اتلعبت خلال الكام ساعه اللي فاتت دول. فطلع والد اشرف داري الحاج زهير داري بيقول لك اشرف يعني في كامل لياقته البدنيه ومستعد ان هو يلبي رغبه منتخب المغرب في اي وقت. اللاعب لانه اتعالج صح موجود والناس عرفت طبيعه جسمه، عرفت طبيعه الحاجات اللي كان بيشتكي منها اللي اداره النادي الاهلي او الجهاز الطبي في النادي الاهلي ما تعاملش معاها بشكل جيد، واللاعب موجود اهو وبيشارك والدنيا زي الفل والسلام عليكم ورحمه الله. طبعا الناس خدت التصريحات بنوع من السخريه وحقك علينا حاج، احنا اللي كنا غلطانين يا حاج، بس معلش يا جماعه لينا واقفه. والكلام ده عشان ما حدش يقول ان احنا بنزايد على ملف ما. اشرف داري وقت ما اتباع او خرج اعاره انا قلت كده نصا احنا هنتابع اشرف داري خلال الفتره اللي جايه. اللاعب ده يا جماعه لو شارك زي احمد رضا كده اللي كان مركون على الرف عندنا في النادي الاهلي وطلع البنك الاهلي من ساعتها ما شاء الله اللهم بارك بيلعب اساسي طول الوقت، يبقى احنا عندنا حاجه غلط. يبقى احنا عندنا طبيب فريق مسؤول عن اصابات غريبه هو ما عندوش درايه بيها، مش عارف يعالجها. الله اعلى واعلم بقى. نقطه مدير رياضي اجنبي اركنها على جنب دلوقتي، سكاوتنج اجنبي اركنها على جنب دلوقتي. حضرتك انت عندك لعيبه بملايين محتاجه جهاز طبي اجنبي على اعلى مستوى. ادي اشرف داري اهو خسرنا فيه قد ايه. كنا لو رحل تمام الله اعلم هو مكمل معانا الفتره اللي جايه ولا لما يرجع هيتباع ولا ايه. حضرتك لو كنت فسخت التعاقد بتاعه دفعت له 2 مليون دولار واتفرجت عليه وهو بيلعب دلوقتي كده في الدوري السويدي كان هيبقى ايه رده فعلك وقتها؟ التعلم من الاخطاء هو ده اساس النجاح اللي احنا عرفناه في النادي الاهلي ويا ريت ناخد بالنا من الجزئيه دي. ولكن اخيرا بخصوص الصفقه المنتظره او الصفقه المترشحه من خلال كابتن انيس بوجلبان وهو اللاعب محمد امين توجاي مدافع نادي الترجي الرياضي التونسي. محمد امين توجاي في تصريحات طلعت من مصادر موثوقه من مقربه من اللاعب وقال انه لا يمانع الانتقال للنادي الاهلي، خاصه انه ما عندوش اي حساسيه يعني الانتقال من نادي الترجي للنادي الاهلي، وكده كده اللاعب جزائري مش فارقه معاه يعني زي محمد علي بن رمضان. ولكن نادي
ترجي حالف طلاق 3، مفيش لاعب هيخرج من عندي زي بن رمضان كده ولا حتى كوبري عشان ينتقل للنادي الاهلي. محمد علي بن رمضان عمل حزازيه كبيره جدا ما بين النادي الاهلي وما بين الترجي، وعلى الرغم من كده اللاعب ما عندوش اي مشكله ينتقل للنادي الاهلي. لاعب عقده هينتهي في شهر 6 2027، يقدر يوقع في يناير اللي جاي مجانا للنادي الاهلي، ولكن طالب راتب سنوي $1,000,000 بالتمام والكمال. طيب اولا كده يا جماعه ربطا بس بموضوع كابتن انيس بوجلبان، وانا المعلومات الاكيده بالنسبه لي ان مش كابتن انيس بوجلبان هو اللي مرشحه، لان توجاي كان اسمه بيتردد قبل ما يتجاب سيره انيس بوجلبان، وانيس بوجلبان نفسه مع احترامي الكامل ليه لو هو اللي مرشح اللاعب ما بيفهمش كوره. شوف بقى انا بقول لك امين توجاي، اولا اللي بيتفرج على البروفايل بتاعه هو رامي ربيعه بس على ابطا، يعني انت متخيل معايا رامي ربيعه اللي هو 33 دخل 34 سنه، اهو توجاي نفس اخطاء ونفس رامي ربيعه كان نفس البروفايل بتاعه ولكن على ابطا رغم ان عنده 27 سنه. النقطه الثانيه، لو حد بيعمل سكاوت على اللاعب هتلاقي ان اللاعب عنده نفس المشاكل بتاعه المدافعين اللي جات لنا الفتره اللي فاتت، ما بيعرفش يبني هجمه، ما بيعرفش يصعد بالكوره. حضرتك هتجيب مدافع عشان يعني يكون فارق عن المدافعين اللي عندك ولا زيه بالظبط؟ النقطه الاخيره اللي ما حدش واخد باله منها، محمد امين توجاي بيلعب قلب دفاع شمال، قلب دفاع يمين، اللي هو المركز اللي احنا عندنا فيه كل من هادي رياض، عمرو الجزار، ياسر ابراهيم. ما هواش احنا محتاجين قلب دفاع شمال، لان الفرده الشمال دي ما عندناش فيها غير ياسين منعي اللي لما اتصاب لصنا حرفيا والدفاع عندنا كان حاله يصعب على الكافي. محمد امين توجاي بعيد تماما عن احتياجات النادي الاهلي. بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم على خير في حلقه السهره بامر الله تعالى. شكرا لكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.